في بداية البشرية خالص في قصة عيلة واحدة هي اللي شكلت كل حاجة بعد كده. حكاية عن أخين وأول جريمة قتل في التاريخ، وسؤال فضل يتردد صداه آلاف السنين. النهاردة هنرجع بالزمن سوا عشان نغوص في واحد من أقدم وأغمض الألغاز اللي عرفتها البشرية. شوفوا السؤال ده مباشر وصادم. هل البشرية كلها، نسلنا كلنا، بيرجع لأول قاتل في التاريخ؟ يعني هل العنف ده جزء أصيل مننا؟ الموضوع ده أكبر بكتير من مجرد شجرة عيلة. ده سؤال بيلمس صميم هويتنا، طبيعتنا البشرية، والصراع الأزلي اللي جوانا كلنا بين الخير والشر. طيب، ليه السؤال ده بالذات فضل موجود ومكمل معانا كل الوقت ده؟ عشان هو أكتر من مجرد قصة. ده سؤال عن بدايتنا، عن إحساس بالذنب ممكن يكون موروث، والأهم عن حتة ناقصة في أول صفحة في حكايتنا كلنا. النصوص القديمة حكت إن قابيل كان عنده نسل، لكن جات عند هابيل وسكتت تماماً. عشان نلاقي إجابة الموضوع مش سهل خالص. الرحلة دي بتجبرنا نعدي على طبقات فوق طبقات من التاريخ ونصوص قديمة وتفسيرات لعلماء وحكماء على مر العصور. كل جيل كان بيبص للقصة دي بزاوية مختلفة. الموضوع عامل زي ما نكون بنعمل حفرية أثرية، بس مش في الأرض، لأ، في تاريخ الأفكار نفسها. ودلوقتي يلا بينا نبدأ رحلة التحقيق دي. وزي أي محقق شاطر لازم نرجع للمصادر الأولية ونمشي ورا الخيوط واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين كده، القصة في الأول كانت بسيطة جدا، قابيل قتل هابيل. لكن مع مرور الزمن بدأت التفسيرات والأسئلة تتعقد، وعلماء الدين في العصور الوسطى بدأوا يسألوا: طيب لو هابيل مات ومخلفش وقابيل ده قاتل، إيه وضع البشرية كلها؟ وهنا أغلب التقاليد الدينية قدمت حل. آدم وحواء خلفوا ابن ثالث اسمه شيث، وهو ده اللي بيعتبر الجد الأكبر للبشرية كبديل لهابيل الصالح. ودي تعتبر الإجابة التقليدية اللي استقر عليها أغلب الناس. طيب، بعد ما عرفنا الإجابة التقليدية دي، قررنا نروح للمكان اللي بيجمع كل الأبحاث دي في زماننا إحنا، يعني الأرشيفات الرقمية والمصادر الأونلاين. قلنا نشوف بنفسنا إزاي القصة دي بتتعرض وبتتحفظ النهاردة. يمكن نلاقي نص أصلي أو تحليل يربط كل الخيوط دي ببعض بشكل نهائي. وهنا حصلت المفاجأة. في آخر رحلة البحث الرقمية دي إحنا فعلا لقينا حاجة، بس ما كانتش الدليل اللي كنا مستنينه خالص. هو ده النص اللي ظهر قدامنا. أول ما تشوفه كده ممكن تتخيل إن دي جملة غامضة من مخطوطة قديمة أو شفرة محتاجة اللي يحلها، لكن الحقيقة كانت أبسط من كده بكتير وأغرب. بالظبط كده، دي مجرد رسالة خطأ إلكترونية. بعد كل البحث ده في أعماق التاريخ والفلسفة، وبعد ما عرفنا الإجابة التقليدية بتاعت شيث، الطريق اللي المفروض يوصلنا لمصدر المعلومة في عصرنا، انتهى عند حيطة سد ديجيتال، لينك مقطوع، صفحة فاضية. اللحظة دي بقى غيرت مسار تحليلنا كله. اكتشفنا إن رسالة الخطأ دي مش هي نهاية البحث، لأ، دي ممكن تكون هي الإجابة نفسها، بس إجابة على سؤال مختلف تماماً. النقطة المهمة قوي هنا هي المفارقة العجيبة دي. إحنا بنسأل واحد من أعمق الأسئلة الإنسانية، والإجابة اللي بتقابلنا في طريقنا للمعرفة هي أكتر حاجة ممكن تكون تافهة وميكانيكية. الفجوة اللي بين عظمة القصة وهشاشة وصولنا ليها هي دي اللي فيها المعنى كله. الخطأ ده هو رمز لكل معلومة ضاعت مننا عبر التاريخ، كل مكتبة اتحرقت، كل حكاية متقالتش، كل لغة اتنست وماتت. التاريخ مش بس اللي وصل لنا، التاريخ أغلبه هو اللي ضاع في السكة. الرابط المعطوب اللي شفناه ده هو ببساطة النسخة الحديثة من المخطوطة اللي أكلتها الرطوبة، هو النسخة الديجيتال من مكتبة الإسكندرية وهي بتولع. ده بيفكرنا إن حتى لو الإجابات موجودة في مكان ما، الطريق ليها ممكن يكون هش جدا، وإن سعينا عشان نفهم الماضي دايما هيخبط في حتت ناقصة وضيعة للأبد. وبكده بنوصل لخلاصة يمكن ما كانتش في الحسبان خالص، خلاصة ممكن تكون أهم من الإجابة الأصلية اللي كنا بندور عليها من الأول. يعني اكتشفنا إن القيمة مش بس في إننا نلاقي جواب نهائي لسؤال عمره آلاف السنين. القيمة الحقيقية في إننا نفهم إن رحلة البحث عن المعرفة دي نفسها ممكن تكون ضعيفة وهشة، وإن حتى أقدم وأهم حكايتنا ممكن تكون على بعد كليك واحد بس وتضيع. وده السؤال الأخير اللي هنسيبه هنا. لو كان ماضينا البعيد قوي حتى بالإجابات اللي ممكن تكون فيه ممكن يضيع بسبب خطأ في سيرفر، يا ترى إيه اللي يضمن إن قصصنا إحنا وحكاياتنا اللي بنعيشها وبنسجلها النهاردة مش هتلاقي نفس المصير؟ إيه الضمان إنها في يوم من الأيام مش هتتحول لمجرد حدث خطأ ما؟